أكلة النهاردة ليها طابع خاص ومميز. بعض الناس بتسميها بيف استراجانوف، ومن اسمها كده نعرف على طول إنها أصلها روسي. وبعض الناس بتسميها بيكاتا بيف، ودي بقى أكلة إيطالي، والاتنين في الآخر واحد. احلى حته ستيك واحلى بيكاتا بالمشروم، والطعم ايه حكايه. وتعالوا نجيب الموضوع من البدايه. أول حاجة هبدأ أقطع المكونات اللي أنا هستخدمها، وهي البصل، وهقطعه شرايح رفيعة كده، والثوم هقشره واسيبه على جنب. طاسة وحتة زبدة وشوية زيت. هنزل بأول شريحة ستيك، ودي من عرق الفيليتو، ودي أطعم حتة لحمة ممكن تدوقوها، ومن أغلى القطعيات كمان، وده عشان هي جزء مميز في الطعم والتسوية. تتبيلتها بتكون ملح وفلفل بس. بنسيبها 3 أو 4 دقايق على كل وش، وننزل معاها بعودين روزماري فريش وكام فص توم. ممكن نزود حتة زبدة على الوش، ونبدأ نقلب الزبدة على شريحة اللحم عشان تفضل محتفظة بحرارتها طول فترة التسوية. وبس كده، كملت باقي الكمية مرة واحدة عشان مفيش وقت. بطلعها واسيبها ترتاح 5 أو 7 دقايق قبل ما اقطعها شرايح رفيعة. قطعية اللحم دي ما ينفعش تستوي وقت طويل، وده عشان العصارة اللي جواها ما تنشفش وما تكونش لطيفة في الأكل. العصارة لازم تكون بالكمية دي أو أكتر، وده بيزود طراوة اللحم وطعمتها. طعمها رائع. نرجع بقى للطاسة ونزود حتة زبدة كمان، وننزل بالبصل اللي قطعناه في أول الفيديو. هقلب البصل لحد ما يدبل شوية ويبدأ يتكرمل، وهنزل عليه بعلبة مشروم جاهز أو مشروم فريش اللي متاح عندكم، وأقلب كله مع بعضه. هزود شوية ملح وفلفل أسود، وبعدين أنزل بكوباية لبن أو حليب، ونص كوباية لبن أو حليب عليها معلقة نشا، وأقلبهم مع بعض، وأنزل بمعلقة كريمة لباني أو كريمة طبخ. أدوب الكريمة في قلب الصوص، وأول لما تبدأ تغلي هنزل عليها بشرايح اللحم بعد ما قطعتها. أسيبهم يتعرفوا على بعض كده لمدة 5 دقايق بالكتير على نار هادية، وبس كده. نبدأ نجهز الطبق بتاعنا. أنا هنا هجربها مع رز أبيض بمرقة اللحم. اللحم طري جدا ودايب دوب، وننزل بشوية مشروم على جنب وشوية صوص على الرز عشان تكتمل السعادة. الطبق ده مكلف شوية بس فعلا يستاهل، ولو طلبناه من أي مطعم هندفع فيه اللي ورانا واللي قدامنا. ممكن نستخدم شرايح لحم انتركوت أو وش الفخدة بدل عرق الفيليتو. هتفرق في وقت التسوية شوية، بس هتدي نتيجة مقربة جدا. ما تنسوش تكتبوا في التعليقات انتوا بتسموا الأكلة دي ايه، زي الروس بيف استراجانوف ولا زي الطليان بيكاتا بيف. ناخد شويه كده من الصوص على المشروم مع الرز. ويلا بينا ندوق. بسم الله. اللحمه بقى الملبن دي نعمل فيها ايه؟ انا عرفت هنعمل فيها ايه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتاكلوهم البيكاتا دي. اشوفكم في فيديو جديد.